صليت اليوم عليه، هل حقا تشتاق إليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الغاليات، اليوم جيتكم بصلصة البيتزا، صلصة ولا أروع. لكن قبل هذا حبيبتي، كان أختنا لمسة من بيتي، يعني قناتها متنوعة، تقدم وصفات طبخ وأيضا نصائح منزلية. روحوا شوفوا قناتها، راهي طالبة منكم تدعموها. ونتمنى إن شاء الله تروحوا تشوفوها، والرابط نتاع قناتها راه في صندوق الوصف. وبالنسبة يعني إلى صلصة البيتزا نتاعنا اللي جيتكم بها اليوم، بالنسبة للمقادير: نحتاج إلى حبة من البصل، فصين توم، نصف حبة من الفلفل الحلو، وحبة من الطماطم، زيت، فلفل أسود وفلفل أحمر، والملح. وهذه عبارة عن أعشاب منسبة. إذا البصل نتاعنا نقطعوه شرائح كما راكم تشوفوا معنا حبيبتي، ونديره في ملعقتين من الزيت، ونخليه يدبال ويتعسل يعني ويطلق هذاك العسل نتاعه. عند هذه المرحلة نجيبوا ملعقة صغيرة من السكر كما راكم تشوفوا. يعني هذا هو السر تاع الصلصة تاع البيتزا تاعي، اللي تجي بزاف بنينة وكاع الناس تسأل يعني على سر البنه نتاعها. هاد الملعقه تاع السكر اللي ديريها على البصل وتخليها يعني تذوب، وتخليها كيما نقولوا يعني تصبح كراميل. خليها يعني في غردها على نار هادئه مع هذاك البصل. بعدها نضيفوا فصين من الثوم، نكره يعني نرحوهم بهذه الطريقه، ونضيفوهم فصين يكونوا كبار ولا صغار، زيدوا 3 ولا. ونخلو هذاك الثوم تاني يتقلى مع البصل والسكر. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، واللي تبغي دير ملعقتين دير، انا درت هنا ملعقة كبيرة. يعني اللي تبغيها حمراء بزاف صلصة البيتزا دير ملعقتين. بهذه الطريقة نقليها. بعدها يعني نحكم هذيك الحبة تاع الطماطم نتاعي والنصف الحبة تاع الفلفل، بهذه الطريقة نقطعهم يعني قطع صغيرة ونضيفهم على هذا الخليط ونخليه الكل يتقلى. ندير الملح، ندير فلفل أسود وفلفل أحمر بهذه الطريقة. وهنا درت ملعقة صغيرة من الهريسة، يعني الهريسة تعطيها ذوق رائع، ولكن لما كاش عندك أطفال ولا تحبي الحار. وتخليهم يتقلوا مليح مليح ويطلقوا هذيك الريحه الرائعه نتاعهم تاع القليان. بعدها تمرقي ب3 كؤوس من الماء، ويعني ديريها نار متوسطه، تغلقي عليها وتخليها تتقال. وهنا ما تنسيش فقط السر الثاني اللي هو عباره عن ملعقه من الخل. يعني هذا المزيج السكر اللي درته وهذه الملعقه تاع الخل اللي ضفتها تعطيه ذوق ولا اروع حبيبتي. جربوها وحكموا بنفسكم. وهنا تغلقي عليها وتخليها يعني تتقال، وتخلي هذيك الصلصه نتاعنا تشد روحها. فقط لازم تبقى فيها شويه يعني شويه كشغل الماء، ماشي كاع تولي ثقيله، ما تخلوهاش حتى تتجمر. باسكو غادي نرحوها كيما راكم تشوفوا معايا حبيبتي. عندما تطيب وتتقال نرحوها وتزيد تتقال اكثر واكثر. وهذه هي الصلصه نتاعنا، ذوق ولا اروع. واللي راح تذوقها كامل راح ان شاء الله ان شاء الله تعجبها باذن الله. وهنا درت لها يعني الاعشاب المنسمه. وهنا انا كنت ندير في البيتزا، يعني درت لها القليل منها فقط من البيتزا، يعني راح تعطيكم واحد الكميه. حبه بصل وحبه طماطم راح يعطوكم كميه يعني لا باس بها. شوفوا شحال بقات لي. هذه انا راح نديرها في علبه زجاجيه مغلقه ونديرها في الثلاجه ونستهلكها في مده 4 ايام ما نزيدش. ولا حبيتي تدسيها مده كبيره ديريها في المجمد، يعني راح تبقى رائعه. وهذه هي البيتزا نتاعي. شوفوا يعني جات واحد البنه صدقوني يعني رائعه. جربوها وحكموا بنفسكم حبيباتي. وفي الاخير ان شاء الله نتمنى ما تبخلونيش بلايكاتكم. واللي اول مره راهي تشوف الفيديو نقولها مرحبا بك معنا، اضغطي على الزر الاحمر وزر الجرس. وكلكم حبيباتي تضغطوا على زر الجرس، ويعني واللايك هو اللي يساعدني، يعني راح تساعدوني باللايك والبارطاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشكركم حبيباتي، والى فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.